اقرأ في كتاب الغيبة للشيخ النعماني والشيخ الطوسي أعلى الله مقاميهما أن المهدي عليه السلام إذا دخل إلى الغرب سلموا له بلا قتال. قتال أكثر راح يصير هنا بالشرق، هنا بس يوصل لهناك سلموا له. أسألك سؤال، ليش؟ شنو اللي يجعل هاي الناس تسلم للإمام تدخل في دين الله سلما؟ لأن الإمام راح يقدم الإنسانية، قدم الحب، قدم العلم، قدم الطهارة، قدم الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين، شو بدي اسمعها منك؟ حلو بحلقك، أريدك تحفظ القرآن. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شوف، فكر أرجوك بالنص القرآني. إذا السياق القرآني يطلب من الإنسان المسلم أن يكون مؤمن، هذا واحد. اثنين، يطلب منا أن يكون متعلم، يحترم العلم. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يرسل المعتمد، شوف باوع أثر أهل العلم في المجتمع. ربما البعض يقول أنتم تعتقدون أن أهل البيت أئمة، بس احنا ما نعتقد أنهم أئمة. أقول له نعم، لكن هل تعتقد بأنهم أهل علم؟ هذا التاريخ ينبه بأنهم أهل علم، علماء. شوف هذا الموقف للإمام صلى الله عليه وسلم. الإمام العسكري عليه السلام يرسل إلى المعتمد يقول له يا ابن رسول الله، راهب أدرك أمة جدك محمد فقد افتتنت في دينها. اجى الإمام خبر، قال له شنو الخبر؟ قال له راهب النصراني يخرج إلى الصحراء يدعو الله فتمطر السماء، ونحن نخرج إلى الصحراء نصلي وندعو فلا ينزل المطر. الناس شكت في دين. الإمام العسكري سمع، قال له طيب أخرج أصحابي من السجن، طلع المعتقلين اللي يتجاورون في السجن، اللي كل ذنوبهم أنهم محبين لنا. هذه واقعة كثير اليوم، ذنوبهم محبة رسول الله والعترة صلوات الله عليه. الإمام الصادق يقول إن لشيعتنا دين في أعناقنا، قتلوا على حبنا ولم نقتل على حبنا. احنا ما انقتلنا على حبنا، بس هم انقتلوا على حبنا. نعم الله العلي العظيم، نعم الله العلي العظيم. قد قتلتم أتباع السيد الصرخي وهدمتم بيت السيد الصرخي في حيث يسعد في كربلاء. أنتم أهل العمائم كيف؟ بسكوتكم على أهل الجهل الذين هدموا بيت مرجعنا وقتلونا، وبعد القتل قد مثلوا بمن قتلوه منا وأحرقوا القتلى والشهداء الطيبين الطاهرين. وبعد كل هذا أخذت الجثث إلى الثلاجات ثم باعوها على أهلها على ذويهم كما يحلو لهم، وقد سكتتم عنه. يشهد الله وملائكته وجميع خلقه الأبرياء والصالحين أنكم أنتم من يحارب الإمام المهدي صلوات الله عليه. أنتم أشر من يزيد أضعاف مضاعفة. نعم والله. شوف الإمام هنا يدافع عن أصحابه، يدافع عن الشيعة، يقول لا. وإلى الآن جماعتنا في المعتقلات لأجل حبهم
للعلم وأهل العلم، ولأجل حبهم لمحمد وآل محمد، لأجل حبهم للحسين وآل الحسين صلوات الله عليه. وأنتم إلى الآن تركتموهم في المعتقلات إلى الآن، إلى هذه اللحظة، ولم تتكلموا بشأنهم أي شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. متى تتوبون إلى الله؟ لن توفقوا إلى التوبة، نعم والله، وسوف تبقون غارقين في بحر الدجل والنفاق إلى يوم موتكم. نعم. أخرجهم من المعتقل، أخرجهم، قال النبي إذا صار الناس وخرجت للاستسقاء فأخرجوا أنا. بالفعل خرج الإمام، اجى راهب النصراني رفع ايده بالدعاء، قال الإمام للحرس اذهبوا وأخرجوا من بين أصابعه عظما وأتوني. راحوا لقوا بالفعل هذا عظم، اجوا للإمام، قال له الإمام الآن ادعو الله، انت يا راهب دع ما نزل المطر. الناس سألت الإمام، التفتت شنو الموضوع، سألوا الإمام ما الخبر يا ابن رسول الله؟ قال هذا عظم لنبي من أنبياء الله قد عثر عليه الراهب، وأنه ما كشف عظم نبي إلى السماء إلا وأمطرت. وبالتالي هذا الراهب استغل الموضوع لغايات دنيئة. الناس في وقتها ازداد إيمانها، ازداد تعلقها بالإسلام، عرفوا أن صمام الأمان للإسلام منهم أهل البيت عليهم السلام. الإمامة شلون احنا اليوم نقول صمام الأمان للإسلام منهم؟ إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو القبلة الكبرى، هو إمام الزمان. لازم احنا يزداد تمسكنا به ويزداد تمسكنا بنوابه، بالمراجع، بالفقهاء، حتى نسلم من أي انحراف عقائدي أو انحراف ديني أو فكري. الإمام العسكري قد ذكرت نواب الإمام. هكذا تكذبون على الناس المساكين الذين لم يطلعوا على الغيبة الصغرى وتفصيل الغيبة الصغرى، وكيف جعل الإمام عليه السلام من بعده 4 نواب وما جعلهم في وقت واحد، بل كلما مات أحدا منهم جعل آخر من بعده، وتم عددهم 4 نواب معلومين. هكذا أسس في الغيبة الصغرى صلوات الله عليه للغيبة الكبرى، أن يكون للأمة الإسلامية مرجع واحد يرجعون إليه، وبعد موته يرجعون إلى غيره، وهكذا. والآخرين من العلماء يكونون وكلاء لهذا المرجع الأعلم من بين هؤلاء العلماء. لماذا لا تنطقون بالصواب كما هو؟ لماذا التدليس؟ أتدرون لماذا؟ لأنكم قد غرقتم بالجريمة. منكم من قتل الأبرياء والصالحين بيده، ومنكم من سكت عن القتلى. فلا فرق بين الساكت وبين الفاعل. عليه السلام كانت إلى جملة من الحكم، جملة من الأمور التي أفعم بها الإسلام. كان يحث على الإيمان،
إلى الحديث القائل علامات المؤمن 5: زيارة الأربعين، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة 51، والتختم باليمين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. من الحكم الواردة عنه عليه السلام يقول: أقرب الإخوان إليك من لم ينص صنيعك له. هذه من الأمور اللي تدل على أن الإمام عليه السلام كان يدفع المجتمع علما إلى الإيمان، يدفع المجتمع إلى العلم. ولذلك نشوف السلطة والسلطويين أبدا ما يتقبلون هذا الأمر،